السلام عليكم شباب أولى ثانوي، يا رب تكونوا بخير وفي أتم الصحة والامتحانات تكون كويسة وتمام وتكون أديت فيها بشكل كويس، ربنا معاكم وإن شاء الله تخلصوا على خير المواد كلها بإذن الله، ونلقاك طبعًا في سنة تانية سنة البكالوريا اللي هي مرحلة جديدة عليك، إن شاء الله كده ربنا يوفقكم يا ولاد. النهارده في الفيديو بتاعنا فيديو ليلة الامتحان هنحل فيه أهم الأفكار كأسئلة كلمات وأسئلة الجرامر طبعًا. تعالى كده نبدأ مع بعض بسم الله. السؤال الأول. In Japan, the morning routine often includes a short meeting called what? To build teamwork. بيقول لنا كده في اليابان بيكون في عندنا في الصباح short meeting. الشورت meeting دوت اسمه ايه؟ اسمه كوراي letter B. السؤال اللي بعديه. A knot is a scheduled period of work. هو عبارة عن فترة شغل معمول لها schedule يعني معروف الساعات بتاعتها. Common for nurses and doctors. يعني دايما للنيرسز الممرضات والدكتورز الدكاترة. يبقى أنا كده بتكلم على الشيفت اللي هو الشيفت بتاع الشغل. Many people in Spain follow a different نقط eating dinner as late as 10 p.m. بيقول لك معظم الناس اللي موجودين في اسبانيا بيتبعوا different schedule يعني جدول مواعيد مختلف، فبيحاولوا بقدر الامكان مثلا eating dinner ياخدوا العشاء بتاعهم as late as 10 p.m. الساعة 10 بالليل مثلا. السؤال اللي بعديه. The knot of the bow in Japan. البو دوت اللي هو الانحناء، ان انا انحني للشخص اللي قدامي احتراما ليه. فبيقول لك يا ترى ايه كده خاص بالبو؟ indicates the level of respect. بيحدد الليفل بتاع الاحترام. يبقى انا كده بتكلم على الدبس بتاعها اللي هي العمق بتاع البو، انا بنزل قد ايه. فيبقى دي كده depth of the bow letter A. اللي بعديها بيقول لنا كده نميست is a traditional greeting in نقط. نميست دي تعتبر تحية تقليدية فين؟ في الإنديا في الهند. السؤال اللي بعديه. Our an is an object made by humans. هو عبارة عن حاجة مصنوعة عن طريق البشر typically of cultural or historical interest. يبقى أنا كده بتكلم على حاجة cultural or historical interest، اهتمامات تاريخية ثقافية. يبقى أنا كده بتكلم عن الارتيفاكت القطعة الأثرية. It's important to note the values passed down from our ancestors. بيقول لك ده شيء مهم جدا ان احنا نعمل ايه كده للحاجات اللي جايه لنا من اجدادنا اسلافنا. اكيد ان احنا نحترم ونقدر الحاجات القيمه اللي جات لنا من اجدادنا. يبقى احنا كده بنعمل ايه؟ appreciate the values. نقدر قيمه الحاجات اللي احنا خدناها من اجدادنا. اللي بعديها the note system in the office was automated to save time. حاجة كده في الأوفيس في المكتب هي automated يعني automatic to save time عشان تحافظ على الوقت بتاعنا. يبقى ده security system النظام الأمني. Good note is vital in Japan. Being late is considered disrespectful. حاجة في اليابان ايه كده؟ vital هي لو انت ما عملتهاش ده بيعبر عن disrespectful ان انت مش محترم الشخص او مش محترم المكان اللي انت داخله. يبقى كده في اليابان بيقدروا جدا البنكتشواليتي اللي هي انضباط الشخص في المواعيد بتاعته. السؤال اللي بعديه. She spoke in a quiet note so no one else could hear. اتكلمت ايه كده عشان ما فيش حد خالص يقدر يسمعها. يبقى هي كده whisper يعني بتهمس بصوت خافت وهي بتهمس. السؤال اللي بعديه. They need to check their note situation before planning the expensive trip. قبل ما يخططوا ان هم يروحوا في رحلة غالية فاكيد هم لازم يشوفوا الموقف المادي بتاعهم، الموقف المالي بتاعهم، يبقى financial situation. The sauce was so hot that my mouth felt hot. الصوص كان ايه؟ اكيد كان سبايسي. الراجل قال لك mouth felt hot، لساني كان مولع خالص. If feel deep نقط for all the help you gave me. I feel deep ايه كده for all the help لكل مساعدتك ليا. يبقى اكيد انا gratitude letter A يعني ممتن شاكر ليك. The knot of the fabric was so high. fabric ده اللي هي قطعة القماش.
that it stayed soft فضلت ناعمة after many washes حتى بعد الغسيل الكتير بتاعها. يبقى أكيد الجودة بتاعت قطعة القماش the quality. السؤال اللي بعديه 15 بيقول لنا you can find canned vegetables خضروات معلبة in the third نوع of the store في third aisle letter C. الايل دوت اللي هو الممر اللي بيكون موجود في الستورز اللي احنا بنشتري منها. السؤال اللي بعديه life in our an area means more transportation and noise. more transportations يعني في وسائل مواصلات كتيرة جدا and noise ودوشة. يبقى احنا كده بنتكلم على اليوروبان letter C اللي هي الحاجة الحضرية أو الحاجة اللي هي في المدينة زي القاهرة والجيزة. toy cars made of strong plastic have good نقط. بيقول لك العربيات اللعبة اللي مصنوعة من بلاستيك قوي جدا بيبقى أكيد لها good durability يعني متانة عالية تقدر تتحمل مثلا التخبيط بتاع الأطفال. تعال نخش على الجزء الثاني بتاع الأسئلة. طبعا يا ولاد الأسئلة ديت من مذكرة كتاب العمالقة كتاب جاينز ربنا يبارك في أصحاب هذا العمل. تعال نخش على السؤال اللي بعديه سؤال 18 بيقول لنا بيلا is a famous Spanish نوع list ولا picture ولا landmark ولا recipe يا مستر دي Spanish recipe يعني وصفة أسبانية. السؤال اللي بعديه The students painted a colorful note on the school wall. رسموا colorful ايه كده على الحيطة بتاعت المدرسة. يبقى دي أكيد mural اللي هو الرسمة الجدارية. السؤال اللي بعديه Keep your note in case you need to return the item later. يبقى حافظ على ايه كده في حالة انك انت كنت حابب ترجع حاجة من جديد. يعني انا رحت اشتريت منتج فالمنتج ما عجبنيش فانا عايز ارجعه فلازم عشان ارجعه لازم اكون محتفظ بالريسيت الريسيت بتاعه اللي هو يا اساتذة اول واحدة. السؤال اللي بعده My brother has a horrible note from dust. عنده ايه من الدست اللي هي الغبار اكيد allergy letter C حساسية. The long street الشارع الطويل ده will not from the coast to the hill ممتد من الساحل لحد الهل الهضبة. يبقى أكيد ده كده stretch يعني ممتد المسافة دي كلها. The new phone comes with a 1 year not for repairs. يبقى 1 year warranty letter C. After hearing the good news بعد سماع الأخبار الجيدة ديت نادين felt more نقط. نادين حست إن هي يا ترى energetic, refreshing, single ولا mental. أكيد بعد سماع الأخبار الجيدة هي حست more refreshing letter B. السؤال اللي بعديه أحمد noticed a big نقط in his grades after studying daily. بعد ما قعد يذاكر كل يوم يبقى كده هو حس ببيج ايه big difference اختلاف كبير جدا في مستواه. السؤال اللي بعديه Jury not the support she receives from her friends. بيقول لك البت جوري مقدرة جدا الدعم اللي هي حصلت عليه من زميلتها. يبقى أكيد appreciates letter A. علي made a kind note to show he supported me. علي made a kind gesture letter D يعني إشارة kind gesture إشارة كويسة جميلة لطيفة to show عشان يظهر لي إن هو supported me بيدعم يقول لي يلا اعمل دي كده اسمها kind gesture to show he supported me أنا معاك إلى آخره. فالإشارة اللي إحنا بنعملها بأجسامنا هي دي اللي اسمها gesture. Egypt tries to make نقط prevail in the whole world. مصر عايزة إيه كده بتحاول إن هي to make peace السلام. السؤال اللي بعديه not sometimes causes big problems بيسبب مشاكل كبيرة. ده مين ده؟ ده misunderstanding letter C. A not can deliver small packages quickly. can deliver يقدر إن هو deliver يوصل small packages quickly. يبقى أكيد ده الدرون اللي هي الطائرة اللي بدون طيار بتستخدم I think يعني في الإمارات إن هم بيستخدموها في التوصيل بدل اللي هو الدليفري البيرسون نفسه بيستخدموا درونز طيارات كده بتحمل الباكج اللي هو اللي أنت طالبه المنتج بتاعك يعني وتوصله لحد البيت بتاعك. ده كده باستخدام الدرونز بس طبعا بتبقى سمول باكجز مش طبعا باكج كبيرة.
السؤال اللي بعديه a not can help do dangerous jobs in factories and hospitals. تعمل اللي هي الوظائف الخطيرة في المصانع وفي المستشفيات. أكيد أنا كده بتكلم عن الروبوت letter B. The company hired a business not. الشركة ديت وظفت business consultant. business consultant دوت مستشار للأعمال. أمينة طبعا لو أنت جيت بصيت على بقية الاختيارات يعني مش ما تنفعش. addict ديت يعني مدمن، sustainability مستدام، adaptability اللي هو التكيف. فconsultant هي الوحيدة اللي تمشي طبعا، وكمعنى business consultant يعني مستشار. أمينة made our Anne buy that she later regretted. عملت عملية شراء بشكل اندفاعي من غير ما تفكر، اتهورت واشترت حاجة she later regretted وندمت عليها بعدين. يبقى أنا كده خدت قرار مش حكيم، أنا خدته بشكل اندفاعي، يبقى ده impulse. she made an impulse letter P وأنا مندفع. السؤال اللي بعديه أريج chose a jacket that would not her new shoes. بيقول لنا كده أريج chose a jacket. البت أريج اختارت جاكيت that would go with يعني هيناسب أو هيلائم. هيناسب إيه؟ النيو شوز، الحذاء الجديد اللي هي شارياه. السؤال اللي بعديه online shopping is more not for busy people. التسوق عبر الإنترنت ده أكثر إيه كده للناس المشغولة، أكيد أكثر راحة. more convenient يعني مريح. السؤال اللي بعديه علي decided to not his jacket for a lighter one يعني جاكيت تاني أخف. عادل أو علي قرر إن هو يغير الجاكيت بتاعه بجاكيت تاني أخف، يبقى swap letter C. أميرة tried a new knot made with yogurt. البت أميرة جربت new flavor made with yogurt. flavor مذاق أو طعم. السؤال اللي بعديه The doctor told Omar he had our Anne and must avoid the spices. الدكتور قال للواد عمر انت عندك ايه ويجب عليك تجنب السبايسز اللي هي التوابل. يبقى اكيد هو عنده allergy يعني حساسية. نقط phosphoric signs دي اللي هي signs دي معناها لافتات. اللافتة يا ولاد اللي بتبقى موجودة على الطرق أو حتى اللي هي اللافتة بتاعت العربيات اللي هي أرقام العربيات. اللافتات ديت بتبقى معمولة أو مطلية بمادة فسفورية. ليه؟ أول ما اللايت بيجي يقع عليها هي بتنور، تمام؟ فدي بنسميها فوسفوريك ساينز اللي هي اللافتات الفوسفورية. دي بتشع بتنور لما النور بيسقط عليها. طبعا مهم يعني الحاجة الفوسفورية ديت مهمة. ليه؟ لأن حضرتك على الطريق دوت ضلمة، فمثلا مفيش عمدان نور أو إلى آخره. حتى لو في عمدان نور فهي مش هتنور لك اللافتة. وانت ماشي بالكشاف، فالكشاف بتاع العربيه بيبدا يضرب في اللافته ديت، فاللافته تبدا ان هي تتوهج او تنور، فانت تبدا تشوفها كويس. وده طبعا بيحصل في كل الشوارع وكل الطرق. نفس الكلام الرادار اللي محطوط على الطريق اللي هو بيقيس سرعه العربيه، ولو انت تجاوزت سرعه العربيه بيديك مخالفه. طب هيديني مخالفه ازاي؟ عن طريق ان الرادار بيصور اللافته بتاعت ارقام العربيه. طب ما ارقام العربيه ديت لو مش فوسفوريك مش هتتصور كويس، الرادار مش هيلقط الرقم. فلذلك هي لازم تبقى فوسفوريك عشان تبدا ان هي تتوهج او تضيء، فالرادار يقدر يلقطها حتى في الظروف القاسيه في الضوء لو مفيش حتى ضوء كافي. ولذلك الناس اللي بتتلاعب مثلا على اللافته بتاعت العربيات او ارقام العربيات بيبداوا يطلوها بماده تانية تلغي الماده الفسفوريه، او ان هو يجيب نمر تانية ولكن ما تبقاش مطليه بالماده الفسفوريه، وده حاجه غلط. يعني ده اصلا القانون بيعاقب عليه وبتدفع غرامه وممكن تؤدي الى السجن كمان. فاللافته بتاعت العربيه حتى اللي انت حاسس دي حته حديده يا مستر، لا دي مش حته حديده، انت ما ينفعش انت تقلدها. هي لو فيها مشكله انت ما ينفعش ان انت تصلحها، تروح بقى وحاول تاخد اذن بقى من المرور وتصريح والى اخره عشان تبدا ان انت تجددها وتطليها بالماده الفوسفوريه، تمام؟ فدي كده اسمها فوسفوريك ساينز. هيلب درايفرز بتساعد السواقين see the road at night انهم يشوفوا الطريق في الليل. يبقى الفوسفوريك ساينز بتعمل ايه؟ بتعمل glowing فوسفوريك ساينز، لافتات فوسفوريه مضيئه
متوهجة. As historical not the pyramids are known all over the world. يبقى ديت كده أكيد الأهرامات دي تعتبر إيه؟ دي landmarks أول واحدة. Mom not the meat until it was ready. عملت إيه في اللحمة لغاية ما أصبحت جاهزة؟ أكيد simmered letter B. Always not others' opinions even if they are different from yours. حاول بقدر الإمكان تعمل إيه الآراء الآخرين حتى لو هم كانوا مختلفين معاك أكيد. Respect letter C. I admire Hassan's not he always arrives on time. دايما بيوصل في الوقت المحدد بتاعه. يبقى الراجل ده عنده punctuality انضباط في المواعيد. انضباط. السؤال اللي بعديه. Good teachers المدرسين الكويسين not their students to work hard and succeed. المدرسين الكويسين motivate their students يعني يحفزون الطلبة بتوعهم. تعال كده نخش على جزء الأسئلة اللي بعده اللي هي أسئلة الجرامر. كده احنا مخلصين حبة أفكار لذاذ جدا على الوردز الكلمات. تعال نخش مع بعض على الأفكار بتاعة الجرامر. ولو في فكرة محتاجة شرح هنشرحها على البورد، ولكن في فيديو طبعا قبل الفيديو دوت ده البارت التاني. في بارت 1 روح اتفرج عليه لو انت ما اتفرجتش عليه، اللي هو كان مشروح فيه جرامر المنهج بالكامل من اول يونت لحد اخر يونت. تعالوا مع بعض على اسئلة الجرامر. السؤال الاول بيقول لنا by the time we arrived. by the time قبل we arrived at the cinema قبل ما نوصل للسينما. the movie الفيلم كان بدأ. فأنا هنا بتكلم على حدثين، حاجة حصلت قبل التانية. الفيلم بدأ قبل ما احنا ما نوصل، يبقى الفيلم بدأ كحدث ايه؟ كحدث أول، يبقى هو ده الفيرست أكشن. طالما ده فيرست أكشن يبقى had will be be، يبقى had started. طيب ممكن بالرول بقى لو انت حافظ القاعدة فانت عارف ان by the time بيجي وراها past simple، الناحية التانية past perfect، صح كده؟ السؤال اللي بعدي after he not his lunch بعد ما خد او تناول الغداء بتاعه he went back to work راح للشغل بتاعه، راح يكمل شغله. يبقى ده معناه ان هو تناول الغداء بتاعه الاول وبعد كده راح كمل شغله. يبقى تناوله للغداء ده الحدث الاول، يبقى had eaten letter B. طبعا برضو الرول بتاعتنا بتقول لنا after يجي وراها past perfect، الناحيه الثانيه past simple. الناحيه اللي بعديها والسؤال اللي بعديه she not English since she was 5 years old. البنت ديت بتدرس انجلش، بتتعلم انجلش منذ ان كانت في الخامسه من عمرها. بما ان احنا عندنا ان هي بتتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتها او بتتكلم عن الحاجه اللي هي بتعملها وستيل لحد دلوقتي بتعملها، بقول لك هي بتتعلم انجلش منذ ان كانت في الخامسه من عمرها، او هي كان عندها 5 سنين يعني. فانا كده بتكلم في البريزنت بيرفكت. بريزنت بيرفكت يا ولاد اللي هو المضارع التام. مش بس كده، مش present perfect وبس، ده present perfect continuous مضارع تام مستمر. ليه مضارع تام مستمر؟ بص يا ولاد، لو انا بتكلم عن حاجه لسه مكمله معايا، بتكلم عن حاجه لسه مكمله ايه معايا، يبقى ده كده present perfect مضارع تام ولكنه continuous، مضارع تام مستمر. سواء بتكلم عن حاجه لسه لحد دلوقتي مكمله معايا، او انا بتكلم عن حاجه الاثر بتاعها لسه مكمل معايا، او لو انت بتقرأ الجملة لقيت هو ذكر لك فترة، ذكر لك كلمة all مثلا، او ذكر لك اي وقت. يبقى لو ذكر لك وقت او ذكر لك كلمة all يبقى انت كده present perfect continuous. طب والمضارع التام المستمر دوت بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بالهاف او الهاز، ومع هاف هاز بقوم جايب بين، وبعد بين بجيب الفعل بتاعنا ing. فانا مثلا عايز اقول لك انا كنت بجري طول اليوم عشان كده انا تعبان دلوقتي، فانا كده اديتك الاثر اهو، بقول لك انا تعبان دلوقتي ليه؟ اصل انا كنت بجري طول اليوم، فانا كده ذكرت لك كلمه كل اليوم، طول اليوم all day. فاجي اقولها ازاي؟ اجي اقول لك كده I have been running. I have been running انا كنت بجري. I have been running all day. all day طول اليوم. وعشان كده I'm so exhausted مثلا انا تعبان جدا. تمام؟ ده كده present perfect
continuous. طيب تعال بقى نشوف كده السؤال بتاعنا. هنا بيقول لنا ايه؟ البنت ديت بتدرس او بتتعلم انجلش منذ ان كانت في الخامسه، ولحد دلوقتي هي لسه بتتعلم انجلش، هو ما قالش حاجه غير كده، فتبقى has been learning. letter C. السؤال اللي بعديه. My grandfather not walk 5 kilometers every morning. كل صباح. When he was young. لما كان صغير. يبقى انا كده بتكلم على قاعده مين؟ used to. My grandfather used to walk 5 kilometers. كان متعود يمشي 5 كيلومتر. I was exhausted. أنا كنت تعبان. Because طبعا was ديت ماضي يا ولاد. بس كده دي كده ماضي. ماضي. Because I not all day. إيه ده في all يا مستر؟ يبقى هل كده أشتغل بالمضارع التام المستمر؟ قال لك لا ما ينفعش. المضارع التام المستمر لو بيتكلم على حاجة في الحاضر. فبدل ما يقول لك I was exhausted يجي يقول لك مثلا I'm exhausted. أنا تعبان دلوقتي. I'm exhausted because يبقى ساعتها يقول لك I have been studying all day. أنا كنت بذاكر طول اليوم. طب بما إنه اداك ال was دي ماضي فأحول يا ولاد ال have وال has اللي هم المضارع دول أحولهم ل had. واشتغل عادي جدا، اشتغل بالبين والاي ان جي. يبقى I was exhausted because I had been studying. أنا كنت قاعد عمال أدرس. وده كده زمن اسمه ال past perfect continuous. ماضي تام مستمر. اللي بعده. She not since 8 a.m. and she still hasn't finished her work. لسه لحد دلوقتي ما خلصتش. بص تاني الراجل بيقول لك ايه؟ هي بدأت تشتغل الساعة 8 صباحا او تكتب، هي بتكتب من الساعة 8 ولحد دلوقتي ما خلصتش. يبقى انا كده بتكلم عن حاجة لسه لحد دلوقتي ايه؟ مكملة معايا. يبقى انا ده مضارع تام مستمر. يبقى she has been writing. letter B. Until the teacher not it I hadn't understood the lesson. لحد ما المدرس شرح الدرس انا ما كنتش فاهم الدرس. فيبقى ده معناه ان انا ما كنتش فاهم الاول وبعد كده قام التيتشر جه شرح الدرس. فشرح الدرس ده الحدث رقم كام؟ 2. طالما ده الحدث رقم 2 يبقى ده ماضي بسيط فتبقى explained. letter B. My father not smoke. بابا كان متعود يدخن but he quit 10 years ago. ولكنه خلاص بطلها من 10 سنين فاتوا. يبقى اتكلم على الباست هابت، عادة كنت بعملها في الماضي. فيبقى ايه؟ my father used to. letter A. she asked me. بص يا ولاد بما ان في asked دي ماضي صح كده؟ فهجيب هنا زمن الماضي هنا كده الباست. طيب هنا بيقول لك ايه؟ she asked me if I had heard the news about the painted murals. طبعا هجيب ماضي فهي الوحيدة اللي تنفع had heard. they asked where. asked. بص كده شايف where دي أداة استفهام. أداة الاستفهام في النص ما يجيش وراها فعل. أداة الاستفهام في النص ما يجيش وراها فعل. أداة الاستفهام لو في أول الجملة يجي وراها فعل. بص تعال كده معانا. أدي الأداة where مثلا في الأول، فأنا عايز أقول لك أنت عايش فين؟ فأجي أقول لك كده where do you live مثلا يعني. فبص هنا كده عملنا ايه؟ ادي الوير اداه استفهام جايه في الاول فجي وراها الفعل اهو where do you. طيب لو انا جبت كلام جيت قلت لك مثلا this is the house where not. يا ترى where live I ولا where I live ولا where do I live؟ بصوا كده يا ولاد هنا وير جت فين؟ هل في الاول ولا في النص؟ لا يا مستر جت في النص. الاداه لو جت في النص ما يجيش وراها فعل. تاني الاداه لو جت في النص ما يجيش وراها فعل. فاذا live I ما تنفعش. do I live ما تنفعش. فالوحيده اللي تمشي هي I live. يبقى هنا الوير هيجي وراها الضمير على طول I بعد كده live. تعال بقى نرجع كده للسؤال بتاعنا. هنا اداك ايه؟ اداك وير في النص يبقى ما يجيش وراها فعل. فيبقى did دي غلط. الأولى دي ما تنفعش. are we going ما تنفعش صح كده؟ بص أنا بحل واحدة واحدة أهو. كده عندي 2 ينفعوا. يا إما we had gone أو we went. نرجع بقى للجملة. they asked were not the previous. شايف كلمة previous ديت؟ لو لقينا كلمة previous يبقى أنا كده شغال في ال past perfect. past perfect يعني ماضي تام. يبقى هنا كده ايه؟ they asked where we had gone the previous summer. لو previous مش موجودة كنا نختار we went. تمام؟ I'm really hungry. أنا جعان جدا. I think I want a pizza tonight. أنا هطلب بيتزا النهاردة.
يبقى يبقى I will order. I will order a pizza tonight. She is wearing a uniform. البنت ديت لابسة uniform. She not be a nurse. دي أكيد ممرضة. يبقى she must be a nurse. أكيد. طبعا must ما بيجيش معاها to. we must not. أنا لو حبيت أنفيها بنفي بكانت يعني مستحيل. وكانت يعني مستحيل مش معايا لأن هو الراجل أصلا في دليل بيقول لك لابسة اليونيفورم بتاع الممرضين. She said that they not 4 hours. فضلوا منتظرين ساعات كتيرة. يبقى أنا كده past perfect continuous. يبقى had been waiting letter C. They not to Tokyo next week. هيسافروا طوكيو الأسبوع الجاي. The flights are booked. الطيران اتحجز. طالما booked ديت حاجة محجوزة يبقى أنا present continuous مضارع ماله مستمر. يبقى am is are والفعل مضاف له ing فتبقى هنا they تاخد are طبعا. They are traveling. That not be my uncle's car. دي أكيد عربية عمي ولا مستحيل تبقى عربية عمي. His car is blue. عربيته لونها blue not red مش حمراء. يبقى أكيد دي مش عربية بابا مش عربية عمي. يبقى that can't be مستحيل. We not shop at the new mall on Friday. We يا ترى going to ما تنفعش أصلا لازم يبقى فينا are تمام. و having ما تنفعش. كده عندي اتنين are going to أو will be. أول حاجة الشوب ديت فعل مصدر ما ينفعش يبقى اسمها will be فتبقى الإجابة الصح we are going to shop. When not you usually finish. usually ديت يعني عادة. طالما بتكلم عن العادة يبقى أنا كده present simple مضارع بسيط. والمضارع البسيط في السؤال بيشتغل بحاجتين. المضارع البسيط يا do يا does. وأنا عندي الضمير هنا you. الضمير you بياخد do. ألف مبروك يبقى خلص. يبقى when do you usually finish studying your lessons. انت امتى متعود تخلص مذاكرة دروسك. هنا is in a very difficult situation. البت هنا في موقف صعب جدا. It's not easy for her. ده مستحيل يكون سهل بالنسبة لها. استحالة يكون حاجة سهلة عليها. يبقى it can't be. السؤال اللي بعديه. منى is in Cairo now. البت منى جت القاهرة خلاص. She not to Alex. هي راحت اسكندرية. منى في القاهرة دلوقتي ده هي كانت في اسكندرية. يبقى ده معناه ان هي راحت اسكندرية ولسه في اسكندرية ولا راحت وجت؟ راحت وجت. في عندنا حاجتين كده. في عندي حاجة اسمها have او has طبعا دي او دي يجي معاها يا been يا gone. طيب have has been راح وجه. have has gone راح وما جاش. طيب هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لنا ان هي راحت اسكندريه وهي دلوقتي في القاهره. يبقى ده معناه ان هي راحت ورجعت. راحت وجت. يبقى has ايه؟ has been. How old are you؟ عندك كام سنه؟ قال له I not 44 next February. انا هيكون عندي 44 سنه شهر فبراير الجاي. انا هنا بتكلم عن العمر. المستقبل اللي بيستخدم في العمر اللي هو will be. يبقى I will be 44 next February. انا هيكون عندي 44 سنه فبراير الجاي. I would like to know not he lives. عايش فين؟ بتكلم عن المكان اللي عايش بتاعه. يبقى where he lives. بص كده عشان تصدقنا بقى في الحته الجميله دي. الاداه جت في النص ما يجيش وراها الفعل. فبص قال لك ايه؟ where he تمام؟ مش قال لك where does he live. السؤال اللي بعديه. In the past في الماضي some people not believe the earth was flat. زمان في الماضي ولا في الماضي ولا نيلة لسه لحد دلوقتي يا جماعة في بعض الناس بتؤمن وبتصدق إن الأرض مسطحة. طيب يا مستر دي حاجة في الماضي بقى فالمفروض تبقى إيه؟ used to. طبعا used to ما تنفعش لأن ما فيهاش معاها دي. لازم يبقى اسمها used. were using مش معانا. were used حلوة قوي بس were used دي هتيجي وراها ing. وأنت عندك الجملة بتاعتك فيها believe مصدر اهي. السؤال اللي بعديه. Did you not the lost map؟ طبعا في did بيجي وراه فعل في المصدر فتبقى find. He not in أسوان in 1969. اتولد في أسوان يبقى he was born. ولد. السؤال اللي بعده. How long ago؟ طبعا في ago اهيت يبقى انا كده past ايه؟ past simple ماضي بسيط.
بما إن ماضي بسيط والأداة جت في الأول أجيب الفعل وراها فيبقى did. يبقى how long ago did she graduate from Cairo University؟ عدى قد إيه من تخرجها من جامعة القاهرة. In the 8th century people not traveled by airplane. الناس عمرها ما كانت بتسافر بالطيارة. يا مستر دي ماضي عشان بيقول لك في القرن ال 18. أكيد يا مستر هاجر اختار didn't. نقول له لا، ال didn't بيجي وراها مصدر. ولكن لو انت الفعل بتاعك traveled زي ما جاي لك ماضي اهو فساعتها نختار never. فالnever بيجي وراها ماضي فيبقى ساعتها بما انه اداك traveled يبقى never. طيب لو جابها لي travel لو جابها لي travel تبقى didn't. تمام. محمد not enjoy the party because he was very tired. هو كان تعبان. الجملة ماضي أصلا فيبقى أنا بنفي ماضي صح كده. محمد ما كانش مستمتع بالحفلة لأنه كان تعبان. نفي الماضي زي ما قلنا طبعا didn't و wasn't معانا. ال doesn't مش معانا وال hasn't مش معانا وال never طبعا معانا لو كان في never. بس هنا عندي كلمة enjoy مصدر. بما إن enjoy مصدر يبقى أنا النفي بتاعي مين؟ didn't. Did you not my missing keys؟ في did أهيت يبقى طبعا مصدر تبقى C. منى not her friend ندى a short time ago. a short time ago منذ ساعات أو دقائق عدى وقت قصير. يبقى منى met her friend قابلت زميلتها. We not to the cinema because we were tired. احنا كنا تعبانين. يبقى احنا ما رحناش السينما. يبقى we have gone to the cinema weren't gone didn't go ولا didn't go. أكيد didn't go. We didn't go to the cinema. ما رحناش because we were tired. Those beautiful paintings not in an auction last month. طبعا الجملة ماضية اهي في last month. تمام. ولكن الجملة قال لك ايه؟ These beautiful paintings. هذه اللوحات. اللوحات ديت هي اللي بتبيع ولا هي بتباع؟ بتباع. دي object مفعول به. بما ان الجملة بدأت بالobject يبقى دي كده جملة مين يا ولاد؟ جملة passive. passive يعني جملة مجهولة والجملة المجهولة تشتغل بالووز أو الوير والفعل في التصريف الثالث. فيبقى أنا عندي هنا كده الجملة بتاعتي paintings دي جمع فتاخد where والتصريف الثالث were sold. Last week الأسبوع اللي فات I not some pictures. أنا رسمت بعض pictures. I painted. السؤال اللي بعده I wish my aunt not with me now. بص بقى كده عشان كلمة wish ديت مهمة قوي. تعال نرجع كده للوايت بورد بتاعتنا. بص يا ولاد لو جاب لك فاعل زائد wish أو wishes ساعتها بتجري تختار حاجة من الاتنين. يا تجري تختار past simple وكلمة past simple يعني فعل في التصريف الكام؟ فعل في التصريف التاني. أو تجري تختار past perfect. past perfect دوت اللي احنا عارفينه اللي هو عبارة عن had والتصريف التالت. ماشي؟ طيب امتى وامتى بقى؟ لو جالنا التركيبة ديت بختار مع wish wishes past simple ماضي بسيط لو ذكر لي في الجملة أو جاب لي في الجملة يعني كلمة تدل على المضارع. وأختار past perfect لو اداني في الجملة كلمة تدل على الماضي. زي إيه بقى؟ زي لو جه لك مثلا I wish I not this car now. مرة كمان جه قال لك I wish I not this car last year. وعايزك تشتغل في الجملتين بالفعل اللي اسمه باي يعني يشتري. هتلاقي هنا الجملة ايه؟ فيها وش اهي صح؟ المفروض اجيب هنا في النقط يا ماضي بسيط يا ماضي تام. بس لقيت مديني كلمة ناو. طالما اداني كلمة ناو ديت ماضي ولا مضارع؟ لا ناو دي مضارع. طالما ناو دي مضارع يبقى انا هجيب ماضي بسيط فكلمة باي تتحول تبقى بوت. فبقت الجملة كده I wish I put this car now. تمام؟ طب اللي بعديها I wish I في وش اهي
فالمفروض هنا في النقط اجيب يا ماضي بسيط يا ماضي تام. This car last year، في last year السنه اللي فاتت. last ديت مضارع ولا ماضي؟ لا يا مستر، last ديت ماضي. طالما اداك وش ومعاها كلمه ماضي يبقى تجيب ماضي تام، فتبقى had bought وبس كده. تمام. تعال نشوف بقى السؤال بتاعنا. هنا الراجل بيقول لك ايه؟ I wish my aunt not with me now. اداك وش، فهجيب هنا ماضي بسيط ماضي تام. في ناو دي مضارع، يبقى انا كده هجيب ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني فعل في التصريف الكام؟ التاني. يبقى I wish my aunt were with me now. السؤال اللي بعديه. He didn't، سهلة، didn't في وراها مصدر، he didn't visit. السؤال اللي بعديه. Not at school last Monday. هل انت كنت في المدرسة يوم الاثنين اللي فات؟ طبعا ما ينفعش، طبعا دي ماضي، ففي معظم الناس تجري تختار did. يا ابني عشان تختار did لازم يكون في فعل في المصدر. هل لو حطيت did you بقى اسمها ايه؟ بص كده، did you at school last Monday. هل في فعل؟ مفيش فعل. طيب بما ان مفيش فعل وفي حرف جر at اهوت، يبقى ساعتها انا شغال في verb to be اللي هو الوير او الووز. طبعا الوير او الووز بيجي وراهم يا اما preposition حرف جر، او ممكن يجي وراهم adjective صفة. فساعتها تبقى الإجابة هنا were you. هل أنت كنت في a week ago. طبعا ال last ديت تيجي قبل الويك فيبقى اسمها last week، إنما a week ago. The school encourages students to work together to create a sense of unity. طلبة تشتغل مع بعض عشان بيبقى في إحساس بالوحدة. الاثنين أو المجموعات أو الطلبة كلهم مع بعض متحدين. When I was in Alex، لما كنت في اسكندرية، بص الجملة ماضي was كان، فكده الجملة ماضي. When I was in Alex I not in the sea every day. أنا كنت بعوم في البحر كل يوم، يبقى جملة ماضي يبقى I swam، ماضي بسيط. Our house not in 2010. البيت بتاعنا اتبنى عام 2010، دي جملة passive فتبقى was built. She used to wear glasses but now she، احنا قلنا بعد كلمة but now هختار يا إما am not isn't aren't أو don't أو doesn't على حسب الفعل دوت. أدي used to جاي وراها كلمة where دوت مش verb to be، where دوت فعل عادي، فطالما where فعل عادي يبقى أفكر في don't وال doesn't. ولكن لو كان بعد used to في كلمة be فساعتها كنت أفكر في am not isn't aren't. طيب هنا ديت مش verb to be يبقى أختار don't أو doesn't. الشيء تاخد مين؟ تاخد ال doesn't. هنا playing، بص playing فيها ing يبقى اشتغل بالused to عادي ومعاه verb to be، يبقى he is used to playing، هو كان متعود على لعب التنس. السؤال اللي بعديه. he used to come، نفس الكلام، بص كده بعد used to جاي لك الفعل مين؟ come. هل come ده verb to be؟ لا، ده come ده فعل عادي يا مستر. بما ان come ده فعل عادي ما هوش verb to be يبقى انا هختار هنا يا don't يا doesn't، وهنا في he فالهي تاخد doesn't. السؤال اللي بعديه. he no longer trains as he not، هو خلاص لم يعد يتدرب كما كان معتاد على as he used to do. my brother not 3 languages، بيقول لك اخويا بيتكلم 3 لغات. the present simple بتتكلم عن حاجة اخوه بيعملها، ودي مهارة. المهارات بتبقى present simple. تمام، الحاجات اللي انت اتعلمتها بتبقى present simple. فاخوه دوت مفرد مع ال present simple ياخد مصدر معاه s. surgeons الجراحين not usually see small things by the naked eye. عايز اقول لك الجراحين مش بيشوفوا عادة الحاجات الصغيرة بالنيكد اي اللي هي العين المجردة. طبعا الجراحين دول جمع فاكيد هياخدوا don't. surgeons don't. children often نفس الكلام، في often عادة دي حاجة تتكلم عن العادة، فيبقى انا كده بتكلم عن present simple. الأسئلة دي present simple مضارع بسيط، يعني يا مصدر معاه اس. اللي children جمع فهياخدوا مصدر فتبقى help الأخيرة. السؤال اللي بعديه. منى not at school yesterday as she was absent. هي كانت غايبة. تمام، يبقى ده معناه ان منى لم ترى، ما شفناهاش. منى هنا object مش فاعل، هي هنا مفعول. يبقى منى بما ان هي object والجملة ماضي يبقى was were والتصريف الثالث. يبقى منى wasn't seen لم ترى، ما اتشافتش. السؤال اللي بعديه. The last time I met my cousin was in 2015. آخر مرة شفت فيها ابن عمي كان عام 2015. يبقى the last time I met my cousin ماضي بسيط عادي جدا. My sister not working with children. أختي بتستمتع بالعمل مع الأطفال.
طبعا ديت كده حاجة عادة، دي العادة بتاعت أختي، عادتها الهابت بتاعتها إن هي تشتغل مع الأطفال. يبقى أنا كده مضارع بسيط يعني مصدر معاه اس، فتبقى enjoys letter D. After my father not his work he will take. بص يا ولاد، دي قاعدة مهمة قوي. لو اداك في الامتحان رابط ومع الرابط اداك مستقبل، بص كده تعال نرجع لها. لو ادانا يا ولاد رابط زي الافتر بيفور as soon as، الرابط دوت ممكن يربط لنا يا ولاد present simple مضارع بسيط، او present perfect مضارع تام، يدا يدا، ماشي. طبعا present simple انت عارف present simple يعني يا مصدر معاه الاس، والpresent perfect ده اللي هو have او has والتصريف الكام والتصريف الثالث. بيربطوا لنا البريزنت بالفيوتشر، الفيوتشر اللي هو الايه، المستقبل، اللي هو will والمصدر. فلو هو في الامتحان اداك رابط، وهو اللي بيديك الرابط عامه، الرابط دوت زي قلنا كده after before by the time as soon as الى اخره. لو اداك الرابط ده ومعاه فيوتشر تجري انت تجيب present simple او perfect. طب اداك الرابط ومعاه present simple او present perfect فانت هتجري تجيب future. تمام، دي الرول بتاعتنا. هو هنا الراجل بيقول لي after my father، بعد ما بابايا not his work he will take. بص كده اداك رابط ومعاه مستقبل، يبقى انا هجيب هنا ايه، يا مضارع بسيط يا مضارع تام، ده او ده، ما ينفعش تلاقي الاثنين في الاختيارات. finishing لا، finish ده مضارع بسيط، finishes مضارع بسيط، ما هو المضارع البسيط يعني يا مصدر يا مصدر معاه اسم. had finished لا، على فكره دي لو كانت have has كانت تنفع. طيب انا دلوقتي عندي my father بابايا، ده مفرد اكنه هي، فطالما اكنه هي يبقى هياخد مصدر معاه اس، فتبقى الليتر سي. ده كده يا ولاد ختام محاضرتنا باهم الاسئله للكلمات والجرامر، بافكار الجرامر مهمه جدا. ان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليك جدا، وان شاء الله كده تخلص امتحانك على خير، وتخلص كل امتحاناتك مش الانجليش بس على خير. ربنا يوفقك يا ولاد، ولو احتجت اي سؤال او اي حاجه سيب لي سؤالك في الكومنت وهرد عليك على طول. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله كده ربنا يوفقكم ويكرمكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.